السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا في نعمه والحمد لله. اخيرا رجعت لكم بعد هذا الغياب الطويل، نتمنى يكون الاخير، يعني ان شاء الله ما راحش نزيد نغيب عليكم. فقط نتمنى تدعموني. اللي مازال ما اشتركتش في القناه نقول لك حبيبتي ديري ابوني وفعلي الجرس، واللي راهي تشوف لا فيديو نقول لك واش راكي تستناي ديري جام وخلي تعليق شباب. ما راح تخسري والو، راح تحفزي فقط بنت بلادك، وراح ان شاء الله نولي بقوة، وراح يكون جديد في القناة قريبا. فقط حبيباتي ابقاو اوفياء. وبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشرة لتحضير الوصفة تاعنا لنهار اليوم، اللي هي حلوة بزاف بزاف هايلة. هليلات بالكاوكاو بذوق الكراميل، يجيو بزاف بزاف بنان، والكمية تجي يعني تقطع لنا كمية كبيرة. اقعدوا معايا حبيباتي باش تشوفوا الطريقة ان شاء الله بالتفصيل، ونجوزو على بركة الله نحضروا مع بعض الحلوة تاعنا. هنا عندي البنات 250 غرام من المارغرين، مارغرين طرية يعني بحرارة الغرفة، نص كاس زيت، وكاس غير ربع سكري غلاس سكر ناعم، وربع كاس من فلان كراميل. هنا نخدم مليح المكونات تاعي، نضربهم بيان هكذا بالباتور. هاد المرحلة لازم يعني مهمة جدا جدا، لازم تخدمهم مليح هاد المكونات سواء بالباتور ولا بالفوي اليدوي. المهم تخدموهم مليح حتى تحصلوا هكذا على خليط كريمي. نزيدو زوج صفار بيض بحرارة الغرفة بيان سور، مع عطر الكراميل، لاباطاون تاع الكراميل حوالي غرفة كبيرة، ورشة ملح اللي تعدل لنا الحلاوة. دايما نضيفوها في الحلوى باش تعدل الحلاوة. نكمل هنا نضرب بالباتور كما قلت لكم حتى تحصلوا على هذا الخليط هكذا، باش تجيكم يعني باش تجي الحلوى تجي شيشه وبنينه. نزيد نضيف هنا كاس من الكاوكاو محمص ومرحي. هنا رحيته رايح للرقيق، يعني رايح شويه للرقيق، ومن الاحسن تحمصوا هكذا شويه حتى يجيكم هكذا شويه حميمر باش تجي البنه تاعك عفوا باش تجي الحلوه تاعكم بنينه. هنا زدت نص كاس من المايزينا، مايزينا مغربله، والخميره بيان سور. هنا الخميره تاعي راح نغربلها ثانيت، عندي ساشي. ونكمل نخلط المكونات بالفوي، ندخل كامل هذوك المكونات الجافه في الخليط تاعي باش نبدا نضيف الفارينه. الفارينه راح هنا نكيلها معكم هكذا بالكاس، كنت وجدتها قدامي غربلتها وراح نكيلها بالكاس باش تشوفوا يعني شحال سحقيت. هنا راني نضيف في الكاس الاول كما راكم تشوفوا، وندخلوا بيان في الخليط بهذه الطريقه. بيان سور هنا البنات الفارينه ضيفوها بالعقل وشوفوا لا تيكستور تاع العجينه تاعكم. نزيد الكاس الثاني كما راكم تشوفوا. هنا راح نستعمل اليد، دائما نقول لكم استعملوا هكذا اليد باش تحسوا لاباط تاعكم. هنا راني نضيف في الكاس الثالث، راح نضيف فيه يعني غير بالعقل ونشوف العجينه تاعي. شوفوا هنا قعد لي حوالي هكذاك يعني حوالي ربع كاس ميبا، حوالي اسبوع هكذاك. كما راكم تشوفوا راني غير نلم فيها فقط، يعني ما نعجنهاش حتى تحصلوا هكذا على العجينه تجي طريه. شوفوا البنات كيفاش تجي العجينه تاعنا. هنا راح نخليها تريح يعني حوالي ربع ساعه 20 دقيقه حتى نص ساعه باش نبدا نخدم يعني نشكلها بهذه الطريقه البنات. والريحه هنا ما نحكيكمش، يعني ريحه هذاك الكراميل تعبق في الكوزينه، جات روعه روعه. نجوزو هنا نشكلوا الحلوه تاعنا. شوفوا هنا البنات بعد ما يعني هنا درتها في الفريجيدير في الثلاجه. شوفوا كيفاش تجي لا تيكستور تاع لاباط تاعي، يعني شربت كامل هذوك السوائل. والفارينه كيما شفتوا درت 2 كيسان وكاس الى اصبع. وانتوما دائما كيما نقول لكم شوفوا نوعيه الفارينه تاعكم، ممكن تاخذ لكم اكثر ممكن تاخذ لكم اقل. هنا واش راح ندير، راح نبدا نشكل في الحلوه تاعي. ودائما كما تعرفوني نخدم بهذا الكيس بلاستيكي ولا بالبابي كويسون فقط، يعني ما نحبش ندير الفارينه في البلان طرافاي تاعي.
كيما نقول لكم يعني كي تخدموا العجينه تاعكم ولا كي تخدموا لافارين فوق لو بلان طرافاي تاعكم، هذيك العجينه راح تشرب لكم الفارينه، فاوتوماتيكمون راح تجيكم الحلوه تاعكم قاصحه. فمن الاحسن البنات ديروا هكذا كيس بلاستيكي ولا الورق الطهي هكذا باش تجيكم الخدمه سهله والحلوه تجيكم هايله. شوفوا هنا قطعت، يعني بديت نقطع في الحلوه تاعي بهذا اللون البنات، والسمك تاع يعني السمك تاعها حوالي هكذاك 5 مليمتر ابيبري، يعني كي تجي طالعه هاد الحلوه تجي شابه. وشوفوا كيفاش تجيني الخدمه سهله يا البنات، شوفوا ما كانش ما اسهل من هاد الحلوه، تجي سهله خفيفه وبنينه، واش نحكي لكم يعني روعه روعه، وتجي ميم بريزونطابل، يعني تقدروا تقدموها هكذا في المناسبات، تقدموها لضيافكم. هنا بعد ما طابت لي الحلوه تاعي بيان سور دخلتها للفرن على 180 درجه، جوست تجيني يعني تجي اللون هكذا، تجي يعني لون وردي، ما تخليوهاش حتى تحمر لكم بزاف. هنا نحيتها خليتها بردت بيان، ونبدا نلصقها بهاد الطوفيه كراميل. بما انه الحلوه تاعنا يعني خدمناها كما قلنا من قبيله بالكراميل، نزيد هنا يعني نطليها كامل بهذاك الكراميل، ونرمدها في الكاوكاو محمص ومرحي. هاي لك النتيجه تاعها. وهذه الحلوه كنت درتها في العيد، يعني هذا وين درت لها فقط المونتاج، وما كانش اللي ما سقسانيش على الوصفه، يعني جات هايله هايله، سورتو يعني قطعت كميه كبيره اكثر من 50 حبه. نتمنى البنات تجربوها وتبارطاجيوها مع احباباتكم مع العائله هكذا بيان سور باش تعم الفايده. والى هنا ناتي الى نهايه الفيديو تاع اليوم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والى فيديو لاحق ووصفات جديده ان شاء الله، ومع السلامه.